النهارده هنراقي الملكة 3 ترقيات دفعة واحدة، وهتبقى ليفل 49 بدل ليفل 46. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للآخر عشان إن شاء الله يعجبكم. السلام عليكم شباب، عاملين إيه؟ وإن شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بجزء جديد من الطريق لتاون 11 ماكس، أو الطريق لتاون 11 ماكس، واللي هو فيه هنراقي الملكة. بس في البدايه ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتذكروا الله فالا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وترزعوا اللايك الجميل، وتكتبوا لنا كومنت تقولوا لنا ايه رايكم في الفيديو بعد ما تسمعوا لي للاخر. خلينا الاول ننظف القريه كده بسرعه ونرجع نتكلم. مجهود كبير خدنا فيها، الواحد حاسس ان بقاله كتير قوي ما نضفش القريه دي يا جدعان. عموما خلينا نرجع لمرجوعنا واللي هو الملكه. ازاي هنراقي الملكه بتاعتنا؟ الاول بس خلينا نقول ان انا مش عارف ازاي ان دي الحلقه الثالثه لينا في الطريق لتاون 11 ماكس، لان زي ما انتم شايفين هوريكم كده تصميم كده اخر روقان. بصوا الفيديو، شياكه يا جدعان اقسم بالله. زي ما انتم شايفين ان اكتريه الدفاعات اللي عندنا بقت ايه؟ ماكس. عندك قلعه القبيله من المخازن بتاعتنا كلها، المستخرجات لسه، المراقب طبعا ماكس، الصواريخ ماكس، كل حاجه عندنا ايه؟ ماكس. بس خلينا نكمل. الاول هنهجم هجمتين كده نراجع التصميم زي ما هو، عشان طبعا عندي طبقه الحمايه خلصانه، ممكن حد يهجم علينا، والموارد بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. موارد محترمه، فياخد مننا كميه حلوه يعني. فخلينا نرجع ايه تصميم كده بسرعه. اول حاجه كده هنهجم هجمتين على السريع يا شباب. خلينا نطلب الدعم كده بسرعه. طلبنا الدعم وكده كل حاجه، الاول هجمه جاهزه. خلينا الاول نسال سيدنا محمد. تاني حاجه بقى ايه؟ نخش على طول ندور على خصم، وهرجع لكم اول ما الاقي خصم مناسب نهجم عليه مع بعض. ايوه يا شباب، بصوا، من اول بحث الدنيا تمام هنا. عندك ده عطلان، و اسمه إيه ده، عطلان برضو. مدفعية الناس مفيش غير الانفيرنو واحد هو اللي هيشكل خطر، بس ان شاء الله خير. بص بقى احنا هنهجم ازاي. احنا هنوزع التلاتة جولهم دي، واحد اتنين تلاتة. ننزل الويتش وراهم على شكل خط. تمام. نفتح السور من القاذفة من هنا، ننزل الملك، الملكة، الآمر. ننزل 7 مفجرين أسوار كده بحيث إن هم يفتحوا الطريق. ماشي، ادي واحد اتنين. بسرعة هنا كده بسرعة. تمام. بعد كده هنراقب بقى الجيش بتاعنا. راقبه وهو بيمسح، يعني مش هيحصل حاجة. نزل واحدة هنا كده من ده. الأمر بص ساب الجيش كله في النص وخرج مع الملك الغبي اللي ساب الجيش وخرج لبره. حاجة تشيل. تحط واحدة غضب كده في النص بسرعة عشان ناكل المنتصف التصميم. معاهم واحدة شفاء. تمام. زي ما أنا شايف الويتش هنا الدنيا ضايعة معاه، فممكن نحط واحد هنا. و ايه تاني ايه تاني؟ ان شاء الله هتخلص مسح في الاخر يعني. ممكن نحط واحدة هنا. ماشي، نشغل طاقة الامر مع الجنود اللي هنا دي. تمام. وبكده مبروك علينا اول هجمه مسح بكميه موارد مش طبيعيه، هنحتاجها كمان شويه ان شاء الله. تمام. هجهز تاني جيش وان شاء الله هرجع لكم اول ما الجيش يبقى جاهز، او كمان حصلنا على مكافاه النجوم اهي. تمام، دوس حسنا. وهرجع لكم اول ما الجيش يبقى جاهز والاقي خصم مناسب نهجم عليه مع بعض. الظاهر كده يا شباب ان انا اكتشفت حاجه مهمه لازم كلنا نبقى عارفينها. ان انا هنا تقريبا ما نهيتش تحديات الموسم. وكويس ان انا اكتشفت الحوار ده، لان فاضل خلاص 11 ساعه والموسم ده يخلص. فتعالوا، انا مش عارف ازاي اصلا نسيت ان انا اكمل التحديات دي. طبعا نسيت، ما انا كده كده برضو زي ما انتم شايفين. نسيت ان انا اكمل تحديات القبيله. زي ما انتم شايفين الدنيا عندي ضايعه وما عنديش هنا اي حاجه. لا، في هنا حاجه دمر 10 من قلعات القبيله في المعارك. يعني محتاج هجمتين وانهي الموسم ده. وزي ما انتم شايفين طبعا اهو ما اشتركتش انا في مباريات القبيله المره دي لاني كنت مشغول. بس ثانيه كده، في هنا دمر 20 من معسكرات الجيش. طيب حلو، ده هيتنهي مع الهجمه الجايه ان شاء الله، لان انا مدمر 16 تقريبا. اي تاون نقول 11 بيبقى فيه 4، فان شاء الله لازم الهجمه الجايه تخلص مسح يعني، علشان اقدر ان انا اكون نهيت تحديات الموسم الشهر ده. خلينا طيب نشوف الجيش. هو الجيش كده كمل. خلينا نطلب الدعم كده بسرعه. تعزيز. تمام كده كل حاجة جاهزة. الاقي خصم نهجم عليه وان شاء الله يكون خصم سهل.
وارجع لكم اول ما الاقيه على طول. طيب يا شباب، ادي الخصم اللي هنهجم عليه، هنشوف انهي جنب هننزل منه القوات بتاعتنا. طيب يلا بينا. ادي 1 2، هننزل دي 1 2 3، دي 1 2 1 2 1 2. نزل القلم من هنا، انزلي. نزل الملك، الملكة، الآمر، كل الويتش اللي معانا. الآمر منزلش، هننزله تاني. هننزل معانا هنا واحدة من ده هنا كده. طيب ممكن نفعل قدرة الآمر دلوقتي، تشمل كل الجنود. مسك في ايه ده؟ طيب طلع لنا دعم. طيب ان شاء الله خير. ممكن ننزل واحدة من الغضب دي هنا. انا مش قلقان غير من الدعم ده، وان انا كده استعملت قدرة الامر بدري شوية. طيب كنا نعمله مثلا اشغل واحدة غضب هنا كده في النص، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ماشي، هو تقريبا القرية اتمسحت والدنيا تمام. لسه معايا طاقة الملكة بتاعتي والملك. واحلى مسح ده ولا ايه؟ باحلى موارد خدناها منه، بالذات الدارك وكده. الدارك معانا بقى فل، وده هيفيدنا ان شاء الله في ترقية الملكة. نخش بقى على موضوع الفيديو يا زميلي، ونشوف هنرقي الملكة ازاي. طيب زي ما انتم شايفين كده، احنا نهينا تحديات الموسم اهو، ومعانا كتاب من كتب الابطال. طيب ايه تاني؟ احنا كده كده اوريدي معانا كتاب ابطال. فاحنا كل اللي هنعمله هندوس على الملكة ترقية. يا سلام، يوم ما توصل لليفل 50 كده تبقى السعادة على وشي تمام. طيب ادي 116. احلى كتاب ابطال يروح لاحلى ملكة في الدنيا طبعا. الملكة من اهم الجنود يا جدعان اللي بحب العب بيها اقسم بالله يعني، بالذات هجمات الملكة الماشية. واستنوا اتقالوا عشان هتشوفوا فيديوهات نظيفة ان شاء الله. تشوفوا كده حاجة محترمة. بس اهم حاجة تشترك، تفعل زر الجرس، ترزع اللايك الجميل، تكتب لي كومنت تقول لي ايه رأيك في الفيديو. كده يعني. تعال نرجع بقى لموضوعنا واللي هو الملكة دي. كده الملكة معانا بقت ليفل 48. طبعا زي ما انتم شايفين محتاج 122,000، فانا مش معايا الكامل. بس تعالوا نخش هنا كده، يمكن نلاقي دارك، دهب، جرعات. يا ريت معايا تذكرة ذهبية يا جدعان. تمامة الإكسير دي هتنفعنا والله دلوقتي. مع النادي 20,000 دارك. مظنش في تاني، لأن أنا كنت ساحب اللي قبل كده يعني، فعارف إن مفيش يعني. تعال نشوف الخزينة بتاعت قلعة القبيلة فيها 10، ممكن ندوس جمع. معانا 114، هتقف معانا على 10,000. طبعا مش عارف اتصرف فيهم دلوقتي، دول 2000 فمش هيعملوا حاجه. طب انا عندي فكره يعني، دي احلى حاجه بقى في اوسمه الغرض. احلى 25,000 اكسير ظلام دار كل يوم، كل يوم يا صاحبي، عشان الملكه يا صاحبي يعني. لا تستاهل. تمام. فاحنا ايه، التوريد ترقيه لليفل 48. مبروك علينا الملكه ليفل 48. طب الرقيه ازاي صاحبي؟ نسيت كتاب الابطال ده ولا هي المطالبه؟ نرجع تاني للملكه بتاعتنا ونقول يلا بينا نحصل على الملكه ليفل 48. طيب هنسيبها كده؟ لا هنرقيها بقى وايه، تشتغل مع نفسها مع الوقت. هي بتقعد قد ايه وقت اصلا؟ ايه ده؟ مش عايزين، احنا عايزين الملكه يوم. تقعد 5 يوم، مش مهم 5 يوم يعني، نستنى 5 يوم عشان جمال الملكه، هي فاضل لها ليفلين. طيب نشتغل ازاي؟ نسيت اقول لكم ان انا هنا يا باشوات معايا تميمة اكسير، فاحنا هنستخدمها. يلا نرجع معانا الدنيا فول زي ما كان. فاحنا هنعمل ايه مع الملكه؟ احلى ترقيه لاحلى ملكه. وبكده الملكه معانا رقيناها 3 ليفلات، من المستوى 46 للمستوى 49 ان شاء الله بعد 5 ايام. اهم حاجه يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بالهجمات اللي انا هجمتها. وما تنساش دوس لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تكتب لنا كومنت لطيف تقول لنا ايه رايك في الفيديو. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.